قبل البدء، أتمنى منكم أن تشتركوا في القناة وتضغطوا زر لايك إن كان باستطاعتكم ذلك. شكرا لكم. المروحيات القتالية تعتبر من أهم عناصر القوة الجوية الحديثة، فهي تجمع بين القدرة على المناورة والسرعة وإمكانية تقديم الدعم الناري المباشر للقوات البرية، إضافة إلى دورها المحوري في مكافحة الدبابات وتدمير التحصينات ونقل القوات الخاصة. وفي العالم العربي هناك عدة دول استثمرت بشكل كبير في هذا النوع من الطائرات المروحية، وذلك لوعيها بأهميتها في ساحة المعركة، خصوصا في الحروب الحديثة التي تعتمد على سرعة التحرك والقدرة على إصابة الأهداف بدقة. ومن بين الدول العربية هناك 5 دول تعتبر الأبرز من حيث امتلاكها لأكبر عدد من المروحيات القتالية وتنوعها. في المركز الخامس تأتي دولة الجزائر، التي طورت ترسانتها الجوية بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، معتمدة في الأساس على المروحيات الروسية. الجيش الجزائري يمتلك عددا كبيرا من المروحيات الهجومية من طراز مي 24 مي 25 المعروفة بقدرتها على حمل صواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف غير موجهة ومدافع رشاشة. هذه المروحيات تعتبر من أكثر الطائرات استخداما في مناطق النزاع حول العالم بفضل متانتها وقوة تسليحها. الجزائر أيضا استلمت دفعات من المروحيات الروسية مي 28 التي تلقب بالصياد الليلي، والمجهزة بأنظمة رؤية ليلية ورادارات متطورة تسمح لها بالعمل في كل الظروف. ويقدر عدد المروحيات القتالية الجزائرية بنحو 40 إلى 50 وحدة متنوعة بين مي 24 ومي 28، ما يجعل الجزائر ضمن الدول الخمس الأولى عربيا في هذا المجال. في المركز الرابع نجد العراق، الذي ورغم ما تعرض له من حروب وصراعات مدمرة تمكن من إعادة بناء جزء مهم من قوته الجوية. العراق يمتلك مروحيات أمريكية من طراز AH-64 أباتشي، وهي من أقوى المروحيات الهجومية في العالم، تتميز بقدرتها على حمل صواريخ هيلفاير الموجهة بدقة عالية، إضافة إلى مدفع رشاش عيار 30 ملم. كما يمتلك العراق مروحيات روسية من طراز مي 28 ومي 25، مما يمنحه تنوعا في أسطوله الجوي. هذه المروحيات لعبت دورا بارزا في الحرب ضد تنظيم داعش، حيث كانت تنفذ عمليات دقيقة ضد مواقع المسلحين في المدن والصحاري. التقديرات تشير إلى أن العراق يمتلك حوالي 50 مروحية قتالية موزعة بين الأباتشي والروسية، وهو ما يجعله قوة إقليمية معتبرة في هذا المجال. في المركز الثالث تأتي المملكة العربية السعودية، التي استثمرت بقوة في مجال المروحيات القتالية لتواكب قوتها الجوية الضخمة. الجيش السعودي يعتمد بشكل أساسي على المروحية الأمريكية AH-64 أباتشي، حيث يمتلك أكثر من 80 وحدة من هذا الطراز. جرى تحديث جزء كبير منها إلى النسخة الأحدث AH-64E. الأباتشي السعودية مجهزة بأحدث أنظمة الرؤية الحرارية وأجهزة الاستشعار، وقادرة على حمل صواريخ هيلفاير وصواريخ غير موجهة ومدفع رشاش قوي، مما يمنحها تفوقا واضحا في كل مواجهة. كما تسعى السعودية لتطوير أسطولها المروحي عبر شراكات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى طموحها في إدخال صناعة المروحيات ضمن برنامجها للتصنيع المحلي عبر رؤية 2030. هذه القوة المروحية تجعل السعودية في موقع متقدم بين الدول العربية من حيث الجاهزية والقدرة على التدخل السريع. في المركز الثاني نجد جمهورية مصر العربية، التي تعد من أضخم الجيوش العربية والأكثر عدداً وتسليحاً. مصر تمتلك مزيجاً متنوعاً من المروحيات القتالية، حيث تعتمد على الأباتشي الأمريكية بشكل أساسي، ويقدر عددها بما يزيد عن 45 وحدة تم تحديث بعضها إلى النسخة الحديثة. الأباتشي المصرية شاركت في عمليات عسكرية عديدة داخل سيناء وفي حماية الحدود. إضافة إلى ذلك، مصر تمتلك المروحيات الروسية مي 24 ومي 35، فضلا عن محاولات لتطوير قدراتها عبر صفقات جديدة من روسيا وفرنسا. المروحيات المصرية مزودة بأنظمة تسليح متنوعة تشمل الصواريخ المضادة للدبابات والقنابل غير الموجهة، إضافة إلى قدرات الاستطلاع الليلي والنهاري، ما يجعلها أداة فعالة في عمليات مكافحة الإرهاب والقتال التقليدي. أما في المركز الأول فتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وإن كانت لا تمتلك أكبر جيش عدداً فإنها ركزت على النوعية والتكنولوجيا المتقدمة. الإمارات استثمرت بكثافة في مروحيات الأباتشي الأمريكية، ويقدر عددها بما يزيد عن 80 وحدة مجهزة بأحدث الأنظمة،
مما يضعها على قدم المساواة مع السعودية في هذا المجال. لكن ما يميز الإمارات هو إدخالها مروحيات قتالية أوروبية مثل NH-90 متعددة المهام، إضافة إلى شراكات استراتيجية لتطوير قدراتها محلياً. الإمارات تستثمر أيضاً في دمج التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة التحكم عن بعد والذكاء الاصطناعي في تجهيزاتها العسكرية، مما يمنح مروحياتها القتالية بعداً إضافياً من حيث الكفاءة والقدرة على العمل في بيئات قتالية معقدة. من خلال هذه المقارنة نرى أن الإمارات والسعودية تتقدمان بفضل الأعداد الكبيرة من الأباتشي والتكنولوجيا المتطورة، في حين تعتمد مصر على مزيج متنوع يدعم قدراتها القتالية، بينما تحافظ الجزائر والعراق على مكانتهما عبر امتلاك مروحيات روسية وأمريكية متقدمة. المروحيات القتالية في هذه الدول لا تعكس فقط القدرة على خوض المعارك، بل تعكس أيضاً التوجهات الاستراتيجية لكل دولة من حيث تنويع مصادر التسليح وبناء شراكات مع القوى الكبرى ومحاولة إدخال الصناعة المحلية في هذا المجال الحيوي. وفي الختام يبقى السؤال مفتوحا للمشاهدين: من هي الدولة العربية التي تعتقدون أنها تمتلك التفوق الحقيقي في مجال المروحيات القتالية، ولماذا؟